السلام عليكم جميع الصديقات والاصدقاء، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتشاهدوا معايا هذا الفيديو الزويون ديال الشيفلور. بما انه الموسم ديال الشيفلور فعلاش لا ما نديروهش في الفران بلا سليق بلا قلي بلا والو، تنديروه غير مع البيض ومع الشرموله ديالو وتندخلوه للفران مباشره. هذه هي الفكره اللي بغيت نشاركها معكم، تجي زوينه الشيفلور في الفران، تيجي تبارك الله ناشف وما تيجيش كاع ماوي. وغنشارك معكم كذلك واحد لاصوص اللي حتى هو ساهل، غير بالدانون المسوس وبجوج ديال الفرماجات. هذه هي المقادير وتابعوا معايا طريقة التحضير. وشكرا على المتابعة، وكملوا الفيديو حتى الأخير لأنه فيديو يستاهل التجربة ويستاهل المشاهدة. وشكرا على المشاركة وإلى اللقاء. صافي هكا تنستفوهم في اللاطه ديالنا، وتنصحكم انكم فاش تبغيو تفوروه ديروا له غير نص طيبه، لان باش ما يتبقاش يتفرتت معاكم في الشرموله، تيبقى شاد القوام ديالو. صافي هذا هو، وصلنا للاخير النهايه ديال الفيديو باش غادي تشوفوا معايا النتيجه. والله العظيم البنات الا جربوها هاد تقدروا تكونوا تديروها حتى نتوما، ولكن حنا تنشاركوا معكم هاد لي فيديو هادو غير باش نذكروكم وباش تذكرونا حتى نتوما، ومنكم نتعلموا ومنا تعلموا حتى نتوما. وشكرا على المتابعة. هذا هو الفيديو، نحنا وصلنا للنتيجة ديالو ان شاء الله. هانتوما غادي تشوفوها معايا، وخصكم تجربوها ضروري، لان الا دقتيوها ودقتيو المذاق ديالها غادي توليو مدمنين عليها. اصدقائي الاعزاء، الى هنا استودعكم الله، ومع عالم سمية تنتمنى لكم شهية طيبة. واللي وصل معايا لهاد المرحلة يخلي لايك ويخلي اشتراك ويبارطاجي مع الاهل والاصدقاء والاحباب باش تعمل فائدة. والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.